شد دي كده محمود، امسك. قول لي الاول دي شكلها ايه؟ ماشي ما تقولش. بص المنظر يشرح القلب. كان كام فيديو فات كده كنت جبت لك الجوافه الاندونيسي والجوافه المصري وعملنا كده مقارنه بين الاثنين. النهارده وصلتني الشحنه الجديده، الجوافه التايلاندي والجوافه الفيتنامي. تعالوا نفتح الاثنين ونشوفوا بيقول ايه من جوه. نبدا بالجوافه التايلاندي. بص جايه برضو ايه في الكفر بتاعها والحركات والحبشتكنات دي. بص معايا كده اهو. ادي الجوافايه اهي. الجوافه هنا حجمها كبير شويتين، مش شامم لها ريحه قوي. حاول نشوف هي عامله ازاي من جوه. بسم الله. دي بيضه اهي. الجوافه التايلاندي طلعت بيضه. بسم الله. الجوافه هنا لونها مبيض قوي، يعني اللحم بتاعها تحس ان هو شبه الايس كريم الفانيليا. شايف شكله عامل ازاي؟ طعمها زي الجوافه البلدي قوي، مفيش اي اختلاف. ادي الجوافه التايلاندي نحطها هنا كده. تعال بقى ندخل على الجوافه الفيتنامي، وهتلاقي فيه هنا ستيكر ملزوق مكتوب عليه بينك انسايد، يعني اللي جوه هتلاقيه بينك، هتلاقيه وردي. يلا بينا نشوف لونه ايه من جوه. بسم الله. هم ايه مكتفينها ولا ايه؟ عارفين البرنامج بتاع خلق ليفترس؟ يكون قصدهم بينك انسايد على البتاعه دي تبقى واقعه. يلا بسم الله. ادي الجوافيايه. تعال بقى نحلل الجوافه دي كده واحده واحده. من بره شكلها مش تدويره الجوافه، وبعدين بص هتلاقي الجلد بتاعها القشره بتاعتها شكلها غريب، يعني مش حاسسها جوافه خالص. يلا ما علينا. بسم الله. انا ما معيش سكينه ليه؟ ركز لي بقى علشان الموضوع شكله كبير قوي. بسم الله. بص الحلاوه. يلا بينا. يا عيني يا عيني يا ليلي يا عيني. بص المنظر يشرح القلب. اللون من جوه بينك مش احمر. ريحتها حلوه جدا. بص المنظر من جوه يخطف القلب. شايف المنظر عامل ازاي؟ مع انها مش جايه متلجه ولا فيها تلج، بس تحس ان الحروف بتاعتها زي ما يكون متجمده. تعال بقى نجرب. بسم الله. اول مره في حياتي ادوق جوافه بطعم البطيخ. دوقي دوقي. ايه رايك في طعمها؟ علامات القرف ما بتتغيرش من على وشك. ليه؟ طب طعمها ايه؟ مش جوافه. ما انا عارف، بس انا طعمها بطيخ. طعمها ايه بالنسبه لك؟ بطيخ بس مش مسكر. ماشي. خلينا نعترف ان الجوافايه دي هي اغرب جوافايه عدت عليا في حياتي. الجوافه هنا طعمها فعلا بطيخ. بطيخ مش مسكر قوي، لكن ملمس البطيخ، طعم البطيخ، انا مش شايف ايتها جوافه في الموضوع خالص. استاذ خالد ولا نعرفه ولا يعرفنا؟ والله حصل اهو. بس انا بتابعك حبيبي ربنا يسعدك. بتابعه انا على طول باستمرار، وبشوفه بيجيب حاجات من بره ربنا يسعدك ربنا يسعدك ويبارك فيك. وما تجيبهاش عشان دي مش حلوه ودي حلوه طب خد دي جوافه فيتنامي. بسم الله. فيها جوافه وفيها طعم بطيخ. يا جدعان انا ربنا نصرني اهو. جوافه وبطيخ الاثنين مع بعض. صح كده؟ صح. بس مش طعم الجوافه بتاعتنا. لا. وما اعتقدش ان احنا في عندنا اللون ده في الجوافه. دي محترمه جدا. يعني انا ما شفتش اللون ده قبل كده. حاجه جميله جدا. ربنا يسعدك. ربنا خالد بيه حبيبي. زي ما شفنا كده خالد بيه لما داق الجوافه قال ان هي طعمها رامي على بطيخ زي ما انا قلت بالظبط. وعلشان المصداقيه تاني هنجرب تاني دلوقتي. لورا ممكن تجربي دي الاول. دي شكلها ايه؟ ما اعرفش. يعني ممكن شكلها تدي على ايه؟ بطيخه مثلا. من غير ما تدوق قالت بطيخ. جربي كده بس علي صوتك. طعمها ايه؟ طعمها حلو. يعني طعمها شبه فاكهه ايه؟ جوافه. جوافه. طب لارا طلعت ما شاء الله كويسه. طلعت ما شاء الله بتدوق لارا. لارا بنت امها. ما شاء الله. ريهام بقى مامي لارا ايه رايك؟ جوافه. جوافه. مش رامي على اي حاجه ثانيه. لا. هي جوافه فعلا. بس انا جبت معايا بطيخ. لا هي جوافه. ما هي جوافه. بس انا ما حسيتش بطعم جوافه. حاسس ان هي بطيخ قوي في نفسها. طب هي اسمها ايه؟ هي جوافه. جوافه. بس جوافه فيتنامي. اوكي. بس يعني انا ما جابتش معايا جوافه خالص. لا انا جوافه.
كده عندنا كده جوافه وواحد بطيخ. كده عندنا ريهام ولارا جوافه وواحد بطيخ، وانا مصمم برضه لا معلش انا مش واحد، انا بطيخ والاستاذ خالد قال بطيخ، معلش. لا بس هي جوافه. لا شد دي كده محمود، امسك قول لي الاول دي شكلها ايه؟ ماشي ما تقولش. هي جوافه. جوافه يعني جوافه مش مديها معاك على اي طعم تاني؟ لا جوافه. جوافه. كده عندنا 3 جوافه و2 بطيخ، ايه ده؟ الجوافه مديها على بطيخ. يا ولد يا ولد انت راجل برنس. هي جوافه بس انا قلت ان هي مديها على بطيخ. والله ما بهزر. وانا والله ما بهزر انا كمان. زياد ملوش في الفاكهه اصلا وهيجرب. ايه دي؟ طب دوق كده وقول لي ايه رايك. يا رب قول اللي في بالي. الجوافه. جوافه. جوافه. مش مديها معاك على اي طعم اي حاجه تاني؟ لا حاجه جوافه. جوافه. كده زياد برضو انضم لشله الجوافه. هي جوافه هي جوافه بس انا جايبها معاها على بطيخ. لا والله. وانا مصمم على رايي. لا هي جوافه. جوافه طعمها حلو. يعني حلو بس الجوافه العاديه احلى. برضه ده كلام صح، يعني لو قدامي الجوافه العاديه هيبقى طعمها احلى من دي. هنا احنا مش فاهمين الموضوع رايح فين بالظبط. عجبتك؟ حبيبي يا زياد حبيبي. وزي ما شفنا في ناس قالت ان هي جوافه وفي ناس قالت ان هي جوافه رايحه على بطيخ. قلت بالظبط، وده اللي انا بقوله دايما. اي حاجه انا بقول لك عليها انا بقول لك على ذوقي الشخصي، يعني وارد جدا الطعم ده يختلف من شخص للتاني، لكن بيبقى فيه سمه عامه كلنا بنتفق عليها. تعالى بقى اخدك في رحله سريعه لفوائد الجوافه، سواء كانت الحمراء او البينك او البيضه، الثلاثه بيشتركوا في نفس الفوائد. واهم حاجه عايز اقولها لك في الجوافه دي ان انا ما لقيتش فيها بذر تقريبا، يعني البذر بتاعها تحسه معجون مع اللحم، مفيش بذر في الموضوع، وده شيء لطيف مش هتقعد تتفتف وانت بتاكل. كلنا عارفين ان الجوافه مخزن لفيتامين سي ومضادات الاكسده، مفيده جدا لصحه الجهاز الهضمي، معززه جدا لصحه الدماغ، تنزل ضغط الدم وبتساعد على الحفاظ على صحه القلب والشرايين. وطبعا ما تاكلش جوافه كتير لان هي من مسببات الامساك. الجوافه كمان فيها حديد وكالسيوم وبوتاسيوم، والجوافه كمان من الفواكه اللي لو دخلت في نظامك الغذائي بانتظام هتساعد جدا في تقويه صحه الرجال. وخليني اختم لك بلقطه السعر اللي انت قاعد مستناه من بدري. كيلو الجوافه البينك الفيتنامي هيبقى عامل في حدود ال 320 جنيه، ما تجيبهاش، هات بطيخ او جوافه، انما دي انا جبتها مكانك.